بعد تأكد غياب ياسين مرعي عن مباراة زد بعد خروج الإشاعات والفحوصات الطبية أثبتت أنه هو عنده شد خفيف في العضلة الضمة، هتسبب غيابه عن مباراة زد القادمة في الدوري المصري. وبنسبة كبيرة إن شاء الله هيكون جاهز للمباراة اللي بعدها. الزمالك أصبح متصدر الدوري ب 37 نقطة، بيراميدز في المركز الثاني 37 بعد فوز الزمالك على زد وفوز بيراميدز على غزل المحلة. والأهلي المركز الثالث 36، وسيراميكا كليوباترا بقى المركز الرابع 36 بعد سقوطه في فخ التعادل أمام نادي الإسماعيلي. التصنيف الأخير للأندية اللي خرج من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء من الفيفا طلع النادي الأهلي في المركز ال 23 على مستوى أندية العالم، متفوق على مانشستر يونايتد، توتنهام، ومارسيليا الفرنسي، وأندية كبيرة كمان زي اي سي ميلان الإيطالي. وبالنسبة للنادي بيراميدز في المركز ال 64 على مستوى العالم، الزمالك المركز ال 89. وعلى فكرة الثلاث أندية هم الثلاث أندية الأوائل على قارة أفريقيا بعدد النقاط على حسب عدد النقاط التراكمي على آخر 5 سنين من 2021 ل 2026. بعد تجاهل يستروبلي نهائيا في الفترة الأخيرة، محمد شريف بيطلب جلسة عاجلة مع كابتن محمود الخطيب عشان يعرف موقفه في الفترة القادمة، لأن شايف إن تروب بيعامله بطريقة مش كويسة، وكمان مش بيعتمد عليه نهائي، رغم إن هو من وجهة نظره الاتنين المهاجمين اللي بياخدوا فرص على حسابه ما أثبتوش أي حاجة تثبت إن هم أحسن منه بأي شكل من الأشكال. وهو شايف إن هو من اللعيبة القليلة جدا، أو ممكن كمان يكون اللعيب الوحيد في المنطقة الهجومية بالذات اللي ما خدش فرصته نهائيا مع يستروب حتى الآن.